يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تاب العبد من ذنوبه، استمع، إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عز وجل حفظته ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه في الأرض، حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنبه. الله ينسي الملائكة الحفظة ذنوبك إذا تبت، وينسي معالم الأرض فجورك إذا تبت، وينسي جوارحك التي اقترفت بها تلك الذنوب لكي تلقاه وأنت متطهر من ذنبك رحمة منه وكرما وتفضلا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ارجع إلى ربك. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ذنوبا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. الله أكرم، الله أجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم.